هبشته مرته للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، هبشته برقبته او ضربته كف يعني. قامت الدنيا يعني، مش كتير قامت الدنيا، بس انه في ناس كتير انه عم تضربه مرته، او بتستهجن او بتستغرب او بتنصدم في عنف بالعلاقة. حدا يجيب لي علاقة ما فيها عنف، ما فيها، ما بدي اقول عنف عاطفي بمستوى متطرف، ولكن انا بشوف انه الزواج هو عبارة عن سر، مثل ما بيوصفوا المسيحيين. الزواج هو سر بين رجل وامرأة، وكلمة سر كتير حلوة لانه من جواته ما حدا بيقدر يعرف شيء. العالم بتشوف من برا، بتشوف الشيء الخارجي من برا، انه ليكو في عنف، يا الله هيدا عم يضرب هيدا وهيدا عم تضرب زوجها وهو عم بعنفها وهي عم تعنفه. مش الامور هيك ممكن نحن نقيسها بالزواج مثل ما بنقيسها بالمدرسه بين استاذ ضرب تلميذه او معلمه عنفت التلميذه. الزواج هو فعلا سر، هو فعلا في بقلبه توتر عاطفي، في بقلبه احتكاك عاطفي، في بقلبه اندماج هوياتي بين شخصين بيندمجوا لدرجة انه في شخص ممكن يصير يحس بالغيرة، بالفقد، بالخوف، بالهجران، بالعتب، باللوم، بانه هو ما له خلق على الشخص الاخر، تعبان كسلان بالجفاف العاطفي، بمر بآلاف المشاعر. كيف بده يضله قادر عم يتحمل شخص اخر؟ ايه مرات ممكن، مش ممكن، الاغلب الاعم بصير في توتر واحتكاك عاطفي بين الزوجين. ما عم اقول هيك لبرر لها، هلا هو لو هو ضاربها كرجل كانت قامت الدنيا وخربت، انه شوفوا عم بعنف مرته. بس مش كل ما دق الكوز بالجره بين رجل وامراه اوكي عم بعنفوا بعض وفي عنف وما عنف، والجمعيات النسويه والمنظمات الحقوقيه بتصير بدها تقوم. هي العلاقات هيك بصميم العلاقات بجوهرها في توتر عاطفي، في احتكاك عاطفي، ضروري يكون في جرعه ما، هيدي مقبوله. بس مش دغري بنط اللي عم بشوفه من برا ما هيدي علاقه توكسيك. تجي واحدة بصير بدها تدعي رفيقتها اوكي اتركي زوجك يلي عم انت وياه بعلاقه توكسيك. يا اخي الامور مش هيك، ما بتتم الامور بالنصيحه. يعني لو كل واحد انت جيت قلت له، او كل واحد جيت قلت لها اترك شريكك انت لانه عم بعنفك او عم تعنفه او لانه في توتر او احتكاك عاطفي بينك وبينه، كانت الامور الحياه سهله، يعني كانت الحياه بسيطه. بس الامور منا هيك ابدا. كل زواج او كل علاقة فيها توتر عاطفي، فيها احتكاك، فيها احتكاك حتى جسدي يعني، او نفسي او معنوي. يستحيل يكون في زواج مين ما كان يكون ما يكون في بقلبه جرعة من الأذى أو الألم، إذا بدنا نسميها. مش الأذى اللي يمكن المقصود، وحتى مرات ممكن يكون مقصود، وهيدا ما بيعني إنه الشريكين أو الزوجين أو الحبيبين يتركوا. لا، ما كتير منشوف نحن بدق المشكل الصبح بيعملوا سكس بالليل، عادي بتصير. ما بقى بدنا نستغرب كل شيء. هل نحن بدنا نستغرب لأنه هيدا رئيس فرنسا وهي السيدة الأولى؟ بفهم هيدا الشيء، بس انه بيطلع لك واحد بيستغرب، او بيطلع لك كثير نساء او رجال كيف اخديته او كيف اخدوا، على اساس انه هن اذا راحوا فاتوا بعلاقه انه هن ملايكه، يعني انه هن ما رح يعنفوا او هن ما رح يتعنفوا او هن ما بيقبلوا. بتلاقي الوحده بتصير بدها تدعي صديقتها انه انتبهي من العنف، ما حدا يعنفك، بس هي بتكون عم يندعس راسها او هو بيكون عم يندعس راسه من شريكه. التوتر والاحتكاك العاطفي امر طبيعي، نحن بشر، والزواج سر. اوكي،